برضو الولد ما جابش. خاف الأب، اترعب. يعلم ربنا بنيته كان عايز يموته. هو لو عايز يموته فعلا لا ما كانش كان لازم يتأكد انه مات، لكن هو من خوفه سيبه. المهم خده على أقرب مقبرة، وراح زجوا فيها وقفل عليه. قفل عليه. بعد ما قفل ومشي جري طبعا، عايز مش قادر يستحمل. بعد ما مشي الولد مرمي فين؟ في القبر، في التربة بتاعته. أنا مش هعقب على حكاية قبور والناس بتدفن صاحية، مش هعقب، لا. أنا زي ما قلت لكم أنا تعبت. المهم الولد جه المغرب عليه. هنا الولد اللي بيحكي، جه المغرب عليه. قال أنا لقيت ملكين، ملك أبيض وملك أسود. الولد الملك الأبيض بيفوق وبيصحيه، الملك الأسود عايز يموته. انت بتقولي ملايكة؟ أيوة ملايكة. الولد شافهم بعينيه في القبر، ملك أبيض وملك أسود. واحد فيهم الأسود عايز يموت ويخنقه، مش كفاية خنق؟ ما اتخنق هتعملوا فيه ايه تاني؟ والملك الأبيض راح خنق أو موت الملك الأسود. الولد اللي بيحكي راح الملك الأسود اختفى، ونام الملك الأبيض جنب الولد، فوقه صحاه. الواد لما فاق وبيبص كده قبر وعتمة، راح بيزج رجله، هو ما يعرفش ومش عارف ايه، بيرفص برجله جامد مرة 2 3 من الخض ومن الخوف. الباب اتفتح، خرج الولد بيجي يحبي على ركبيه. الحياة حلوة والروح غالية. راح وقع في الأرض برا القبر، بيجي يجري بيزحف على ركبه من الخوف. الليل داخل عليه، فلازم يغيط نفسه ويخرج في النور. هنعمل احنا في القبور؟ ربنا يرحمنا. بعد ما جري وابتدى الناس تظهر، واحد مسكه من ايده قال له انت رايح فين يا ابني؟ وايه اللي عمل فيك كده؟ ومين اللي جابك هنا؟ قال له ابويا.